اهلا بكم متابعين قناة حكايات ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن احدث الافلام اللي بيتم تصويرها. فيلم انا وابن خالتي بطولة النجوم سيد رجب، بيومي فؤاد، ميمي جمال، هنادي مهنا، سارة عبد الرحمن، والمطرب علي لوكا. بتدور احداثه في اطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اتنين من الاقارب، يسعى كل منهما لاثبات ان هو الافضل. يشارك في الفيلم العديد من نجوم الشرف، من بينهم الفنانة إنعام سالوسة والفنانة انتصار والفنان سليمان عيد. الفيلم من إنتاج شركة انفينتي للإنتاج الفني، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد، ومن إخراج الأستاذ أحمد صالح. أنا وابن خالتي هو الفيلم السينمائي الأول لورشة مصنع الحكايات، وقد قامت الورشة بكتابة العديد من المسلسلات. بكده الحكاية بتاعتنا هتكون خلصت. أتمنى منك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو انت لسه جديد، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.